ازاي روبي اتحولت من فتاة احلام الشباب لواحدة من اشطر ممثلات جيلها؟ وايه السر اللي خلاها تغيب عن الوسط الفني فترة؟ وليه ما كانتش بتعمل لقاءات في اي برنامج؟ دي شقاوة وشطارة مكسوفة. بحب المزيكا وبحب الغنى وبحب الرقص. جامد. يعني انا ما كانش عندي وعي فعلا بالمجتمع اللي انا عايشه فيه. خلونا نحكي بالتفصيل رحلة روبي من بدايتها لحد دلوقتي ونجاوبكم على كل الأسئلة دي. أول حاجة مرحلة البدايات واللي هي قبل الشهرة. اسمها الحقيقي رانيا حسين محمد توفيق. اتولدت سنة 1981 في محافظة القاهرة ودرست في كلية الحقوق جامعة بني سويف. وقبل ما تدخل الفن كانت بتحب الغنى والتمثيل. قال لي بصي انا عايزه اغير اسمك، اعمله اسم فني. ها فكرت؟ قال لي سحر. لا حرام عليك، لا سحر لا. طب روبي؟ قلت له حلو روبي. أما بداية مشوارها الفني فكانت سنة 2000 لما ظهرت في دور صغير جدا في فيلم ثقافي، ووقتها ما حدش خد باله قوي من الدور ده، بس طبعا بعد ما روبي اتشهرت كلنا بقينا عارفين ان هي اللي كانت في الدور الصغير في الفيلم ده. فيلم ثقافي جالك ازاي؟ برضو كاستنج؟ لا عن طريق الاعلانات. ده كان عندي مثلا 16 سنه تقريبا. ونرجع تاني لبدايتها ونروح لسنة 2001 اللي عملت فيها فيلم سكوت هنصور مع المخرج يوسف شاهين والمطربة لطيفة، وده يعني كان دور أكبر وأوضح شوية عن الدور الأول اللي عملته. ماما لابسه فستان الليله هتتهبل بيه. ما هو مهمول خلقه. بس خلينا نقول لكم ان البدايه الحقيقيه لروبي اللي نعرفها النهارده لما اشتغلت مع المخرج شريف صبري. شريف صبري قدمها كمطربه وعمل لها فيديو كليب انت عارف ليه سنه 2003، وده عمل وقتها ضجه كبيره جدا بسبب جرأته في التصوير وبسبب انه مختلف عن كليبات الوقت ده، وقلبت الدنيا واتشهرت بسرعه الصاروخ. سنة 2004 عملت كليب ليه بيداري كده اللي كان بنفس الجرأة وخلى اسمها بيتردد في كل مكان، ومين ينسى الكليب ده ومين ينسى عجلة روبي؟ طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري. بس الرد فعل بقى كان قاسي. شويه خضيت، صدمه جات لي رهيبه. ودي كانت الفترة اللي شهدت صعود أسامي ناجحة في الغنى زي إليسا، هيفا، نانسي عجرم، وبطريقة فيديو كليبات فيها إغراء شوية. روبي بقى كانت النسخة الأشهر والأنجح في الوقت ده، وده كان أول ألبوم ليها واللي اسمه ابقى قابلني. روبي تعرضت لانتقادات كتير جدا بسبب جرأتها في كليباتها، وده خلاها واحدة من أشهر الفنانات إثارة للجدل في الوقت ده. يعني أنا ما كانش عندي وعي كفاية ساعتها إن أنا أقدر أحدد أنا أعمل إيه وما أعملش إيه. أنا كنت بس مبسوطة. بس برغم الجدل قدرت تجذب جمهور كتير لأنها قدمت حاجة جديدة ومختلفة عليهم في وقت كانت فيه الساحة الغنائية تقليدية، وبعدها تعمل أغاني وتعمل كليبات، وكل كليب وأغنية من دول ينجحوا ويكسروا الدنيا. ثم فجأة تغامر روبي وتقرر إنها تدخل عالم التمثيل، وطبعا دي كانت تجربة جديدة ومختلفة عليها، وده تحديدا كان في الفترة من 2008 ل 2010، وكانت أول مشاركة كبيرة ليها في فيلم الوعد سنة 2008 مع آسر ياسين ومحمود ياسين. ورغم إن الفيلم كان مختلف وفيه محمود ياسين وآسر ياسين وفيه روبي، إلا إنه محققش النجاح الكبير وقت عرضه للأسف. بس أهم حاجة إنه عرفنا إن روبي مش بس شاطرة في الغنى، لا دي كمان ممثلة كويسة، ولو اشتغلت على نفسها أكتر هتبقى ممثلة قوية جدا. ومن هنا بدأت مرحلة خلونا نسميها العودة القوية، ودي في الفترة من 2011 ل 2014. ابتدت روبي في المرحلة دي تركز أكتر على التمثيل بدل الغنى، ففي 2011 شاركت في فيلم الشوق اللي حصل على جوائز كتير جدا وخلاها تبين قد إيه قدراتها التمثيلية عالية. ثم نيجي لواحد من أهم أدوار روبي في تاريخها وهو مسلسل بدون ذكر أسماء سنة 2013. روبي في المسلسل ده كانت شخصية تانية خالص غير اللي نعرفه. الأول خدمة وبعد كده بالفلوس. مبروك عليك بس أنا لأ. تحولات الشخصية مع أداء روبي في ظل وجود مخرج عبقري زي تامر محسن خلوه واحد من أعظم أدوارها، وده تحديدا اللي جاب لها الدور الأعظم الثاني سنة 2014، واللي كانت سنة مهمة ليها جدا لما شاركت في مسلسل سجن النساء مع نيلي كريم والمخرجة كاملة أبو ذكر. والمسلسل ده تحديدا كان نقلة كبيرة جدا في تاريخ روبي التمثيل. ما تتوسط لنا على ضربنا، يجوز يجيبنا جركي، يجوز يحن علينا. دور رضا الشغالة اللي حرقت صاحبة البيت بسبب الغيرة والحقد. أداء روبي وانفعالاتها وطريقة إتقانها اللهجة وكل اللي ظهر منها على الشاشة كان يفوق الوصف. عملت الدور بشكل يخليك ما تصدقش إطلاقا إن هي دي نفسها روبي بتاعت طب ليه بيداري كده، وابتدى الجمهور يشوف ممثلة قوية قدامه اسمها روبي. ومن بعد المسلسل ده بقت روبي معروفة كممثلة زيها زي الغنى بالظبط، ويمكن في الفترة دي كانت بتغني أكتر ما بتمثل كمان. وشاركت الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم يوم ملوش لازمة اللي نجح جدا وقتها.
ما بتردش على موبايلك ليه؟ كمان شفناها في مسلسل رمضان كريم، وكلنا طبعا فاكرين المسلسل ده كسر الدنيا ازاي، ولحد النهارده بتعمل روبي مسلسلات واعمال ناجحه وجميله، لكن في وقت اهتمامها بالتمثيل ده توقفت شويه عن الغنى. ثم شفناها في برنامج صاحبة السعاده مع اسعاد يونس، وكانت بتقول انها بتتوتر جدا وما بتحبش تعمل حفلات لو الجو مش اظرف حاجه، وبتوصل لدرجه انها ممكن ما تعرفش تغني كمان. يعني يمكن انا افتقر الى بقى الحرفيه، لما بتكون الروح اللي حواليا مش حلوه ما بعرفش. وقالت انها اصلا خجوله، واكتشفنا ان ده سر غيابها عن البرامج وعن الحفلات. وخلوني اقول لكم بصراحه ان حلقتها مع صاحبه السعاده كشفت لنا جانب ما كناش نعرفه خالص عن روبي، بس الكلام ده كان من فتره كبيره، ومن كام سنه رجعت روبي تاني تغني وتعمل البومات وكمان تعمل حفلات. ومن انجح الاغاني اللي عملتها في الفتره الاخيره اغنيه حته تانية، واللي عملت اكتر من 230 مليون مشاهده على اليوتيوب، وكمان اغنيه 3 ساعات متواصله اللي نزلت وعملت شويه مشاكل كده، فكرتنا بمشاكل روبي اول ما ظهرت زمان. وكمان اغنيه يا ليالي اللي عملتها مع احمد سعد، ومش قادره اقول لكم واحسب لكم عملت كام مليون مشاهده على يوتيوب. وبقينا نشوف روبي على المسرح وفي حفلات كتير، تقريبا كل يومين حفله بسم الله ما شاء الله. ولو اشتغلت شويه على التمثيل يقولوا بطلت غنى، ولو عملت اغاني يقولوا لها فين التمثيل. بس الحقيقه انها بتحاول توازن ما بين الاثنين. واخر حاجه شاركت فيها روبي في التمثيل كان مسلسل حضره العمده رمضان 2023. انا العمده وبتعهد لك قدام كل الناس دي كلها كل اللي انت عايزاه هيحصل. وقبله عملت فيلم شلبي مع كريم محمود عبد العزيز. اما في رمضان 2024 فما شفناش روبي في اي عمل، وده لانها كانت مشغوله بفيلمها مع احمد فهمي. وخلوني سريعا اقول لكم على اهم نجاحات روبي في الفتره الاخيره. عملت مسلسلات مميزه زي اهو ده اللي صار سنه 2019، واللي يعتبر واحد من اقوى واهم ادوارها بشخصيه نادره اللي نجح نجاح مش طبيعي. كل ما ارص كتاب اقرا فيه سطرين، كاني فتحت الشباك واتفرجت على حاجه ما شفتهاش قبل كده. اما في السينما فعملت ادوار مميزه زي الكنز 2017 و2019، واحد تاني سنه 2022 مع الفنان احمد حلمي، ورمضان 2025 هنشوف روبي في مسلسل جاني في المنام اللي كل شويه يغيروا اسمه. وبصراحه احب ابدي اعجابي الشديد بكاستنج المسلسل ده للمخرج محمد شاكر خضير. فالمسلسل بطولتها مع مجموعه كبيره جدا من النجوم زي نيلي كريم، جيهان الشماشرجي، كند علوش، علي قاسم، ونبيل عيسى. والثلاث بطولات دول بينهم شيء مشترك، وهم انهم في وقت من الأوقات كانوا بطلات لمسلسلات قوية جدا، ومن بعدها تاهوا لأسباب مختلفة. فرجوعهم مع مخرج مهم زي محمد شاكر خضير هيكون عودة قوية ليهم في وجهة نظري. وكمان باقي كاست المسلسل ممثلين شاطرين، والشيء المشترك بينهم ان لسه عندهم كتير يقدموه، وهيكونوا مفاجأة لما يتقدم لهم أدوار حلوة.